السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد عن كأس إفريقيا 2025 على 2026 كرة قدم. اليوم سنقدم لكم كل التفاصيل الدقيقة عن المواجهة النارية بين منتخب المغرب ومنتخب الكاميرون. سنتعرف سويا على موعد المباراة، توقيتها حسب الدول المختلفة، مكانها، القنوات الناقلة، والتشكيلة المتوقعة، فاستعدوا لأقوى مواجهة في البطولة. تأهل منتخب المغرب إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه في دور 16 على منتخب تنزانيا بهدف نظيف، ليضرب موعدا قويا مع منتخب الكاميرون الذي حقق بدوره الفوز على جنوب إفريقيا 2-1 في نفس الدور. موعد المباراة: ستقام مباراة المغرب ضد الكاميرون يوم الجمعة 9 يناير 2026 ضمن دور ربع النهائي من كأس إفريقيا 2025. توقيت انطلاق المباراة حسب المناطق: 8 مساء بتوقيت المغرب مغربي، 9 مساء بتوقيت الجزائر، 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية. الملعب والاستضافة: ستقام المباراة على أرض ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، المغرب، وهو أحد الملاعب الرئيسية المستضيفة لمباريات كأس إفريقيا على الأراضي المغربية. القنوات الناقلة: تمتلك شبكة بين سبورتس الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس إفريقيا في معظم الدول العربية، كما تنقل المباراة أيضا عبر القنوات الرياضية الوطنية مثل الرياضية المغربية ريادي. أهمية المباراة: مباراة المغرب ضد الكاميرون تعد من أبرز مباريات ربع النهائي، حيث يسعى المنتخب المغربي لتحقيق فوز على أرضه واستمرار طريقه نحو نصف النهائي، بينما يبحث منتخب الكاميرون عن مفاجأة قوية والانتقال إلى الدور قبل النهائي. التشكيلة المتوقعة: منتخب المغرب متوقع أن يلعب بتشكيلة 4-3-3 بقيادة حارس المرمى، ومتوقع أن يشمل الدفاع 4 لاعبين مدعومين بلاعبي وسط قادرين على السيطرة، بينما يعتمد الهجوم على نجوم يمتلكون سرعة وقدرة تهديفية عالية. في المقابل، منتخب الكاميرون قد يعتمد على خطة 4-2-3-1 مع وسط قوي ومهاجم صريح يقود الهجمات المرتدة. يمكنك إدراج الأسماء الدقيقة حسب آخر أخبار الفريق قبل التسجيل. ولا تنسوا مرة أخرى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة لتصلكم كل الأخبار والتحديثات عن البطولة، وتفعيل الجرس للتنبيهات ليوصلكم كل جديد أولا بأول.